ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. في معاناة مهمة جدا بنعاني منها في الميك اب، الا وهي الفاونديشن. كتير قوي بنكون عاوزين نكون حاطين فاونديشن زي اللي بنشوفه في الصور في الفيديوز بتاعت اليوتيوبرز والفيديو بلوجرز والناس دي كلها، بس بنجيب الفاونديشن ما بنلاقيش نوع مريحنا، بنلاقي وشنا مكلكع ومبهدل وكده. النهارده هكلمكم في جزئيتين. اول جزئيه حقيقه اللي بنشوفه في الفيديو، تاني جزئيه ايه هي الفاونديشنز الكويسه وايه اللي وحش، وهقول لكم كل الانواع اللي انا جربتها. انا جربت يعني انواع كتير جدا، وهقول لكم ايه اللي مريحني لحد دلوقتي، فبليز كيب واتشنج. اولا الكاميرا ما بتبينش خالص عيوب الميك اب، ده اولا. وفي صور كتير جدا بتنزلها الميك اب ارتست بتكون اصلا في الحقيقه الميك اب كيكي جدا، كيكي يعني مكلكع ومنقط ومخرم وكل حاجه، بس طبعا هي هتعمل اداه ومش هتنزلها كده. ده مش معناها ان الميك اب ارتست دي وحشه، لا، معناها ان يا اما الفاونديشن وحش، يا اما انتي بشرتك مجهده، يا اما انتي بشرتك ناشفه قوي، وات ايفر. يعني الميك اب مش بيعالج كل حاجه. فيا بنات ما تصدقوش الصور والفيديو. طيب انا جربت ايه؟ انا هتكلم بسرعه جدا لان انا عندي اكتر من نوع فاونديشن. دلوقتي فيت مي ميبلين، ده في فيت مي ميبلين واحد تاني اللي هو في الازازه. المهم ان الفاونديشن ده جميل قوي، ان هو مط وبيخلي الوش حلو كده ومش مدهن او مش لامع او كده، بس انا بلاحظ ان هو بيكون كيكي قوي، كيكي يعني مقشر قوي ومش صافي، مش اللي هو سموث خالص. فاتضايقت منه، استخدمته على مرات متعدده، قلت يمكن بشرتي هي المشكله، حطيت برايمر، حطيت مرطب، نفس المشكله. ف يعني يمكن بشرتي يكون فيها المشكله، بس انا بقول لكم ده الانطباع بتاعي. قولوا لي لو انتوا جربتوه وحلو معاكم ولا لا. يجي الميبلين سوبر ستاي، ده اليومي بتاعي اللي هو انا بحطه على طول. طيب ايه عيوبه؟ هو عيبه الوحيد ان هو تخطيطه مش عاليه، لان انتي لو بشرتك فيها عيوب كتير قوي هو مش هيغطيها قوي. يعني هو بيكون طبيعي جدا وخفيف، بيفضل معاكي طول اليوم 24 ساعه فعلا بيفضل معاكي. نيجي للميبلين برضو دريم موس. احنا قلنا في موس ليكويد وفي موس ده مط ده. طيب ده حلو ولا لا؟ مع بشرتي ما حبيتوش، بس في ناس كتير بتشكر فيه، وهو بيغطي تغطيه رائعه وبيدي للوش نور فظيع. طيب انا بحسه مش حلو مع البشره الجافه الناشفه او كده، ولو هتحطيه بقى حطي مرطب قوي وحطي يعني برايمر. تمام. في حاجات يا جماعه بتكون بعيده عن العلم. في ناس تيجي تقولك الفاونديشن ده للبشره كذا والفاونديشن ده للبشره كذا، انا عارفه ان ده علم، بس صدقيني في حاجات لما بتجربيها بتختلف. عشان كده برجع واقول ما ينصحكيش غير حد مجرب، فعشان كده انا جربته، فبقول بناء على تجربتي يا جماعه. انا مش ميك اب ارتست، مش بروفيشنال، مش اي حاجه في الدنيا. اماندا حلو ولا لا؟ حلو، بيدي لوك مط، بيداري العيوب وتقيل وكل حاجه. بشرتك لو جافه لازم ترطبيها قوي، ومش هينفع معاكي قوي لانه هيكلكع. اي حاجه مط يا جماعه بتكون محتاجه برايمر، محتاجه ترطيب، محتاجه بشرتك اصلا تكون صافيه علشان ما تكلكعش معاكي. اماندا ده مشكلتي معاه ايه؟ ان هو بيجي في نص اليوم بيروح من حتت معينه في الوش، فبيضايقني في كده، انما هو كان حلو معايا. الفاونديشن اللي انا جربتهم الغاليين، تمام. دي لانكوم معروفه جدا يعني، تمام. طيب لانكوم دي الحلو فيها اولا هو في SPF، يعني في معدل حمايه من الشمس، خفيف، ليه ريحه تحفه، تحسي فيه نسبه ترطيب وجميل. طيب ايه مشكلته يا دي؟ مشكلته ان النوع ده لو بشرتك دهنيه ما تجيبيهوش خالص، تمام. تاني حاجة هو برضو مش بيداري العيوب بكمية كبيرة، هو ناتشرال جدا وخفيف جدا، فبالنسبة لي ده ما بيكونش عيب. انا ما بحبش اداري كل عيوب وشي عادي، يعني بحب حاجة في الخفيف كده. فاونديشن في كل دول اللي برتاح فيه، اللي لو بشرتي فيها حبوب، لو بشرتي ناشفة، لو بشرتي مقشرة، بيداري جدا وما بيبينش المشاكل. ماك، وده اتمسح من عليه، ما بقاش ليه معالم. انا عارفه ان في ماك برو لونج وير، في مش عارفه برو حاجه ستوديو، يعني في انواع، انا مش عارفه ده لايه. بس بصوا اهو، ده ب 600 وحاجه، ده لو غلي يبقى ب 700 وحاجه. بس هقول لكم نصيحه،
ده اشتري واحد غالي، حوشي واشتري واحد غالي خليه عندك لاستخدامات معينه. ليه؟ لان ساعات بيبقى وشك مرهق، ساعات تبقي نازله الصبح مش عايزه تبيني عيوب قوي. حلو الصبح ما بيبينش عيوب، بحبه يعني. انا اصلا خلصته رغم انه كان اغمق من لوني، وعشان اغمق من لوني كان نازل باوفر، كنت شارياه ب 400 جنيه باين او 300 وحاجه. فانت تحسي انه غالي قوي على فاونديشن، بس صدقيني هو الفاونديشن هو الاساس في وشك. انت في بنات بتعك الدنيا وشها بقى مكلكع، الفاونديشن بيكون وحش. انا ساعات بنزل كده وبتضايق قوي قوي يعني. طيب انا بقى توصلت لحاجه حلوه جدا. بنات الجامعه او اللي بينزلوا الصبح او للاستخدام اليومي، البيبي كريم. طيب ايه نوع بيبي كريم؟ في انواع كتير. جرنيه حلو بالنسبه لي، بس النوع ده مش للاويل سكين، تمام. في نوع تاني من جرنيه للاويل سكين، يعني للبشره الدهنيه. في كمان اللي حلو قوي واللي انا هشتريه برضو، ميبيلين بيبي كريم بتاع ميبيلين. ناس كتير بتشكر فيه، ما تجيبيهوش من على جروب عشان ما يكونش مضروب. جيبيه من مكان موثوق فيه، يعني مثلا مزايا او الاماكن اللي بتبيع الحاجات دي يعني، او سو ماتش او اي مكان عنده ميبيلين، او صيدليه العزبي، الحاجات دي كلها. البيبي كريم بتحسي ان فيه نسبه ترطيب وخفيف على الوش، وما بيكلكعش حتى لو وشك مقشر. بيخلي الوش حلو ناتشرال طبيعي، حلو انك تستخدميه كل يوم، ما بيكونش تقيل على وشك، ما بتحسيش ان انت حاطه 2 كيلو فاونديشن فوق وشك. كمان بيكون شكلك حلو مش مكلكع. فلما يكون وشك مرهق قوي او مقشر او ما تحطوش يا جماعه انواع فاونديشن تقيله، ما تحطوش انواع فاونديشن مط، ما تحطوش انواع فاونديشن التغطيه بتاعتها تقيله، لا حطوا حاجات خفيفه جدا. بيبي كريم رطبوا قوي. برايمر، لو مفيش برايمر هاتي بيبي كريم مع مرطب اصلا كفايه، والبيبي كريم بيبقى فيه نسبه ترطيب. ف ده رايي. طيب يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا. انا عارفه ان هو كان فيه رغي كتير، بس انا حبيت الم لكم احلى انواع الفاونديشنز وكده. طيب للي مش على الانستجرام عندي، هحط لكم فوق اسم الانستجرام بتاعي، اعملوا لي فولو، لان ساعات كتير قوي في الستوري بقول زي نصايح سريعه كده وانا نازله في الميك اب، في حياتنا اليوميه، في حاجات فممكن تفيدكم. فاعملوا لي فولو، تابعوني واستنوا بقى. باي.